إبراهيم سعيد بينهار بعد خروجه من السجن والسبب بناته. تعال أقول لك إيه اللي حصل. إبراهيم سعيد كان اتحكم عليه بشهر سجن علشان ما كانش بيدفع مصاريف بناته في المدارس واللي كانوا 270 ألف جنيه، وكمان ما دفعش النفقة بتاعت مراته واللي كانت 90 ألف جنيه. إبراهيم سعيد كان منهار من العياط طبعا بعد الحكم بسجن لمدة شهر. عمل استئناف والحكم دوت ما وقعش عليه وخلاص خرج من السجن وما خدش الشهر السجن ده. لكن انهيار إبراهيم سعيد كان بيقول إن بناته هم السبب في حبسه، أو إن هو كان هيتحبس، وإن إزاي بناته اللي من لحمه ومن دمه يعمل كده. إبراهيم سعيد قال أنا مش قادر أسامحهم وفي نفس الوقت مش قادر أكرههم، هو أنا لو دعيت عليهم ده حلال ولا حرام؟ وكان بيستنجد بشيخ الأزهر ودار الإفتاء بيقول أنا لو دعيت عليهم كده حلال ولا حرام؟ موقف غريب وموقف صعب جدا. أولاده بيقفوا ضده في محاكم وكانوا عايزين يحبسوه. انتوا قولولي في كومنتات ايه رأيكم في الموقف ده، وهل إبراهيم سعيد مظلوم ولا لأ؟